السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ فوز جديد للنادي الاهلي، هو ده الاداء اللي احنا عايزينه. هو دي الكرة اللي احنا محتاجينها، محتاجين نبص عليها، محتاجين نشوف فيه اداء في الملعب. الحمد لله على المكسب، احمدك يا رب واشكر فضلك. واحد كان داخل الماتش ده قلقان. سيراميكا فرقة قوية جدا ولعبت كرة كويسة جدا. فرقة تقيلة قوي 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 قوي. وانا واحد كراجل اهلاوي، انا كنت داخل الماتش ده خايف. كنت اقسم بالله لحد اخر دقيقة انا خايف فعلا. فرقه تقيله. برافو النادي الاهلي، برافو لعيبه النادي الاهلي، هو ده اللي احنا محتاجينه، مش محتاجين حاجه اكتر من كده. فرقه لعبته صح. لعبته، احنا نطلع نتفرج نقول احنا فعلا اتفرجنا على فرقه النادي الاهلي. برافو لعيبه النادي الاهلي، برافو لعيبه النادي الاهلي، برافو يستروب. مع اني متحفظ على شويه تغييرات زي بن شرقي ما يطلعش. مش هنتكلم في نقوله ده كان يطلع ده. لا، برافو. فوز النادي الاهلي، برافو فرقه النادي الاهلي، برافو لعيبه النادي الاهلي. الحمد لله على المكسب، الحمد لله على وصول النهائي. هنقابل فرقه تقيله. فرقه نادي الزمالك ليها كل الاحترام، ليها كل التقدير في الملعب. نخلي بالنا يا رجاله، نخلي بالنا. فرقه الزمالك فرقه كويسه، فرقه تقيله، فيها لعيبه هتعرف تتحرك بالكوره، هتعرف تعمل جمل علينا. الحمد لله والشكر لله لفوز النادي الاهلي على سيراميك كليوباترا. فرقه النادي الاهلي النهارده بتقدم اداء ولا اروع. فرقه النادي الاهلي النهارده بكل لاعب في الملعب لعب بعرق، قدر يثبت ان هو فعلا يستاهل يلبس تيشيرت النادي الاهلي. النهارده بشكر لعيبه النادي الاهلي كلها والاداره و... والجهاز الفني. ان هو شفنا شكل جديد للفرقه. انا كنت خايف بعد ماتش المصري. الحمد لله على الفوز. فرقه النادي الاهلي النهارده بتثبت لنا ان هو فعلا، بتثبت لنا ان النادي الاهلي فعلا في المواقف الصعبه بيبان. وده اللي قلته لكم الحلقه اللي فاتت. قلت لكم النادي الاهلي بيبان في المواقف الصعبه. النادي الاهلي بيبان لما يكون في حاجه مهمه او حدث مهم للنادي الاهلي، بيقدر يقدم اعلى ما يمكن تقديمه من فرقه او من جهاز فني او من اداره. كل الجهاز الفني كل الشكر، كل الاداره كل الشكر، كل اللعيبه الشكر لفرحه جمهوره. اللي احنا كنا خايفين واحنا داخلين ماتش زي ماتش سيراميكا. سيراميكا فرقه تقيله، لعيبه كويسه. كابتن علي ماهر مدرب كبير جدا، قدر يمشي بالمباراه لحد ابعد مدى. كابتن علي ماهر معاه لعيبه فعلا كواليتي عالي جدا، قدر يعمل فرقه وقدر يعمل شكل لسيراميك كليوباترا. طبعا سيراميك كليوباترا اول الدوري. عندها كواليتي لعيبه كويس جدا، كويس جدا 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 جدا. تقدر ان انت بفرقه زي سيراميك كليوباترا دي تنافس في اي بطوله. النهارده بشكر الجهاز الفني وبشكر لعيبه الاهلي ان هي ادت فعلا مستوى اللي احنا كنا حابين نشوفه. هو مش هو يعني المستوى اللي النادي الاهلي فيه، بس الحمد لله على المطوشه اللي عدت. لا الحمد لله، بتقدم اداء كويس جدا. بيقدم اداء كويس جدا النهارده النادي الاهلي. ويسترب علينا ليه شويه تحفظات في التغييرات، بس ممكن اقول هو ده الكواليتي اللي عنده حاليا. طبعا من امام عاشور لحسين الشحات لبعض اللعيبه اللي فعلا من قوام النادي الاهلي الاساسي. النهارده لو اتكلمنا على اللعيبه، اللعيبه بتلعب النهارده وعندها حافز كبير جدا ان هي تكسب المباراه. ده السبب الرئيسي ان احنا الحمد لله نطلع بفوز مهم جدا 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 النهارده لسيراميكا كليوباترا ونوصل للنهائي ونقابل نادي الزمالك. طبعا نادي الزمالك لو اتكلمنا عليه النهارده عمل مباراه قويه جدا قدام بيراميدز. عمل مباراه قويه جدا جدا جدا، قدر فعلا يمشي المباراه زي ما هو عايز. النهارده لعيبه الزمالك بتقدم اداء كويس جدا في ظل التحفظات برضو اللي عندهم في الاداره او شويه الكعبله اللي عندهم. لا بس قدر يقدم ماتش كويس، قدر يلعب يوصل للمكسب اللي هو عايزه. محمد عواد بيثبت لنا النهارده ان هو بعد برضه بعد قعدته على الدكه وشويه المشاكل اللي حصلت مع اداره الزمالك، قد ايه ان هو حارس كبير. فعلا محمد عواد لما بيلعب قدام الاهلي او بيوصل معاه ضربات جزاء، حرفيا انا الحارس الوحيد اللي في مصر اللي بقلق منه ضربات جزاء. حارس بكواليتي عالي قوي بس مش اخد حقه. ارجع لمرجعنا تاني للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي النهارده. اليو ديانج ومروان عطيه في نص الملعب، حاجه قويه قوي يا جماعه. لعيب كويس جدا، اللعيبه الاثنين كواليتي عالي قوي 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 قوي. بن شرقي حدث ولا حرج النهارده. زيزو ركنيه ولا اروع. نتكلم على ياسر ابراهيم. النهارده ياسر ابراهيم برضو ما شفتوش بكواليتي ياسر ابراهيم اللي انا عارفه. نتكلم على آه، آه،
التغييره بتاعه بن شرقي والتغييره بتاعه بن رمضان، انا شايف كواليتي اتنين لعيبه. بروباجندا اللي اتعملت لبن رمضان لحد دلوقتي ما قدمش المردود الكويس اللي نقدر نقول بن رمضان فعلا يستاهل يلبس تيشيرت النادي الاهلي وفعلا كواليتي لعيب عالي. انا من وجهه نظري بن شرقي كل ماتش بيثبت ان هو لعيب عالي قوي 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 قوي. لعيبه النادي الاهلي النهارده قدمت مستوى فعلا يستاهلوا عليه الفوز، يستاهلوا ان هم يوصلوا النهائي. نشكر لعيبه النادي الاهلي ومبروك للنادي الاهلي ومبروك لجماهيره. انا النهارده بعد المباراه انا كنت مبسوط بطريقه لا تتخيلوها بسبب الاداء طبعا اللي اتفرجنا عليه في الماتشات اللي عدت. لا النهارده النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي تثبت قد ايه ان هم فرقه تستاهل توصل النهائي، وان شاء الله ان شاء الله نتوج بالبطوله، وان شاء الله تبقى دفعه لبطوله افريقيا. داخلين على مجاميع صعبه، وان شاء الله هنعدي كل ده ونتوج بالبطوله الافريقيه ان شاء الله، ونتوج بكل البطولات اللي هنخشها ان شاء الله، اذا كان من دوري اذا كان من كاس. ونتمنى في زياده للاداء وان اللعيبه تكون في احسن حال ليها، وتكون فعلا تقدر تقدم آه، اقصى حاجه ليها عشان خاطر النادي الاهلي وعشان خاطر جماهير النادي الاهلي. وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده، ونتمنى الفوز دايما للنادي الاهلي، والف الف مبروك للنادي الاهلي، واشوفكم ان شاء الله بعد النهائي وبعد تتويج النادي الاهلي بالنهائي. سلام.